مبدئيا كده ما ثبتت أي رواية في سبب إسلام عمر رضي الله عنه، لكن في روايتين مشهورات. الرواية الأولى لما سمع بأخته أسلمت ومشى البيت وضربها، ولما جاي يشيل المصحف قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ودخل الإيمان في قلبه وأسلم. لكن دي رواية ضعيفة السند. الرواية الأصح منها رواية الإمام أحمد، وإنه سبب إسلامه لما سمع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. قال عمر بن الخطاب: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد. يعني ماشي كان يعترض النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه سبقه للمسجد، فقام بقى عمر بن الخطاب ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الحاقة. يقول عمر رضي الله عنه: فجعلت أتعجب من تأليف القرآن. قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: فقلت: كاهن، يعني زول لو ما شاعر زول كاهن، واحد من اثنين. فتلا النبي: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. قال عمر: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. لكن ما ثبتت ولا رواية من الاثنين دول. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. إذا عجبك الفيديو يا ريت ما تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب. لحد ما أشوفكم بكرة إن شاء الله على نفس الموعد. في أمان الله.